مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض النجريسكو. سهلة جدا وبسيطة جدا، أي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة. طعمها خرافي، والفراخ كمان عملناها بطريقة حلوة قوي. هتشوفوا واحنا بنعملها مع بعض. ده غير كمان اني هقول لكم الخطأ اللي انا ارتكبته علشان انتوا ما تقعوش في نفس الخطأ ده. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان ان شاء الله هيفيدكم. قبل ما ابدأ الفيديو او الوصفة بتاعتنا، انا اسماء طاهر. اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. ويلا ندخل في الوصفة الحلوة القمر اللي طعمها روعة دي. اول حاجة هنبتدي نجهزها مع بعض هي الفراخ او الدجاج. عندي هنا صدر فرخة او نص كيلو من البانيه متقطع شرائح، ومقطعاه بالمقص صوابع زي ما انتوا شايفين كده زي الشاورما. نيجي للخطوة المهمة اللي بتعزز لنا الطعم قوي وضروري ان انتوا تعملوها، ان احنا هنبهر الفراخ بتاعتنا بايه؟ معلقة صغيرة من الملح وبهار الفراخ، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود وزنجبيل، كركم وكاري. نص معلقة ما تكونش مليانة قوي، واللي فوق الملح ده رشة بسيطة قوي من القرفة، ومعلقة كبيرة من الزيت. وهنقلبهم كلهم يمتزج مع بعضه تماما. طبعا مفيش اي حاجة من التوابل دي متاحة، مفيش اي مشكلة خالص. هنقلب كويس لحد ما يمتزج تماما مع بعضه كله، وهنسيبه لمدة اقل حاجة نص ساعة. هنضيف له كمان نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهيمتزجوا تماما مع بعض. وزي ما قلنا هنسيبهم نص ساعة. كمان لو عايزين اكتر مفيش مشكلة، حسب وقتكم، اقل حاجة نص ساعة. بعد نص ساعة خلاص في التوابل بتاعتنا هنبتدي ان احنا بصل زي ما انتم ما شايفين متقطع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هي كانت بصلة كبيرة قطعتها بالشكل ده، ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وبعدين زيت على النار مش سخنة قوي، ونزلت بالبصلة. اول ما دبلت معايا نزلت على طول بالفراخ بتاعتي، وانا معلية النار بدي الفراخ بتاعتي الصدمة بتاعتها علشان يتغير لونها كده. اول ما تنزل كده اتغيرت لونها وبقت جميلة زي ما انتوا شايفين، لونها جميل قوي. هنستمر في التقليب كده شوية، وبعدين هنوطيها ونغطي علشان تستوي. وهنا كده ابتدت ان هي خلاص هتدخل في السوا، ما بتاخدش وقت. هنا خلاص استوت تماما. هنحط لها بقى فلفل. انا الفلفل حطيته بعد ما استوت علشان انا مفرزاه، فانتوا لو الفلفل مش متفرز هتحطوه قبل ما تستوي بشوية. انا قفلت النار وحطيت الفلفل وغطيت علشان انا مش عايزه الفلفل يدبل معايا. انتوا طبعا لو مش متفرز هتحطوه قبل ما يستوي بشويه، قبل ما الفراخ تستوي بشويه علشان يفضل محتفظ بالقوام بتاعه. هنا عندي 600 جرام من المكرونه ومسلوقين. قبل ما اضيفهم في الصينيه بتاعتنا انا حطيت لهم بشاميل وقلبته كله بره مع بعضه. يعني انا مش حطاها كده لوحدها، لا، انا حطيت بره عليها بشاميل وقلبتها وبعد كده ضفتها في الصينية، وببتدي تاني احط في الطبقة بشاميل مرة تانية. وطبعا طريقة البشاميل عملتها معاكم قبل كده، هنسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان الفيديو ده ما يطولش معانا. بنحط بقى الفراخ بتاعتنا وبنرصها كده زي ما انتوا شايفين وبنضغط عليها. طبعا هي بتتكلم عن نفسها وجمالها ما شاء الله عليها. بعدين حطينا الطبقة التانية من المكرونة، واخر طبقة بتكون البشاميل قبل طبعا الموتزاريلا. لحد هنا وكل حاجة ماشية تمام وبرفكت. اما بقى نيجي للغلطة اللي انا وقعت فيها ومش عايزاكم انتوا كمان تقعوا فيها. هنا انا بضيف جبنة رومي مبشورة، وبعدين هبتدي اضيف بقى الحاجة اللي انا وقعت فيها وهي الموتزاريلا، الجبنة الموتزاريلا. جبنة موتزاريلا واحدة صاحبتي كانت جابتها اجربها، هي ما كانتش جربتها برضو، جابتها نجربها. المهم هي شكلها قبل ما اعملها كانت باينة ان هي يعني مش هي دي الجبنة اللي انا متعودة عليها. فكانت باينة ان هي في حاجة غلط، هي مش هتسيح او هي في حاجة غلط. وكنت عارفة النتيجة 90%، بس برضو جربتها وعملتها علشان اوريكم انتوا عشان ما تقعوش في الغلط ده. هي ما بتسيحش خالص خالص، يعني ما بتسيحش تماما زي ما انتوا شايفين كده. هي على الوش مش سايحة خالص، يعني اللي ظبط معانا الموضوع الجبنة الرومي اللي انا حطيتها. اما الموتزاريلا ما ساحتش تماما، هي كانت عبارة عن جبنة على الوش كده مقرمشة، يعني الطبقة اللي فوق دي كانت
كريسبي خالص. فانتوا الجبنة اللي متعودين عليها هي دي اللي هتستخدموها دايما في حياتكم. ما تجربوش حاجة جديدة، انا جربت علشان اوصل لكم المعلومة، انما انتم حرام ان انتوا تجازفوا وتجربوا. اما بالنسبة لطعمها كانت خرافية، والله فعلا كان طعمها حلو قوي. يعني جربوها بكل التفاصيل اللي قلتلكوا عليها، طبعا تجنبا الجبنة الموتزاريلا بالنوع الحلو بقى اللي هيظبط الدنيا برضو اكتر واكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم معلومة واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.